قال بعضهم تفسيرها هو القادر على الاختراع، قالوا الإله هو القادر على الاختراع، هكذا يقولون، وهذا معنى بعيد جدا. أكثر الناس وأشد الناس عنادا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أهل اللغة العربية الفصحى لو فهموا هذا الفهم لما احتاجوا للمعركة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام السلام ورحمة الله كان يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا شيء عجاب. إذن فماذا فهموا من معنى لا إله إلا الله؟ فهموا إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى، وأنه يجب عليهم أن يتركوا عبادة الأصنام وعبادة تلك الأوثان المحيطة بهم، فهذا ما فهموه، وهم عرب يفهمون الكلام العربي على نصه وعلى وجهه، ولو كانوا فهموا أن معنى لا إله إلا الله ومعنى الإله هو القادر على الاختراع ما كان بينهم وبين النبي خلاف أصلا، لم يكن بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم خلاف. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، فهم يقرون في هذه الآية وفي كثير من الآيات أن الله هو الخالق الرازق المدبر المالك المتصرف تبارك وتعالى، وهو معنى القادر على إيش؟ على الاختراع، ونفس المعنى، يعني هو الخالق تبارك وتعالى وهو الرازق وهو المدبر تبارك وتعالى. فالله عز وجل لامهم، وفي غير ما آية يعاتبهم ويستدل عليهم بإقرارهم بأن الله هو الخالق. لماذا؟ ليوحدوه في الألوهية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. قال الله في آخر هذه الآية فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وأنتم ماذا؟ وأنتم تعلمون. إذن فدل هذا النص على أنهم يعلمون أن الله هو الخالق، وأن الله عز وجل خلق السماوات خلق الأرض، فهم يعلمون بنص القرآن الكريم، ولكن حصل عندهم تناقض، يعلمون ويقرون أن الله هو الخالق وهو المدبر تبارك وتعالى، ولكنهم يعبدون غيره ويجعلون مع الله أندادا. نظرتم الآن كيف أن هذا التعريف تعريف لا وزن له لا في لغة ولا في شرع. وعليكم السلام. هذا التعريف تعريف بعيد جدا، ولو كان فهم المشركون هذا الفهم لما حصل بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل. هؤلاء الذين فسروا الإله بالقادر على الاختراع عندما يعبدون غير الله ويستغيثون بغير الله ويصرفون العبادة لغير الله عز وجل، فإنهم النتيجة عندهم لا بأس بهذه الأفعال ولا تصل إلى حد الشرك، يعني أحسنهم يقول لك هو حرام أحسنهم، لكن هل هذا شرك؟ يقول لك لا، وبعضهم يبيحه ويرى أنه جائز ولا مشكلة عنده في عبادة غير الله تبارك وتعالى، لأنه لا يرى أن هذا ناقضا للا إله إلا الله. يقول لك أنا أعتقد أن الله قادر على الاختراع، أن الله خالق، أن الله رازق، فأين الشرك عندي أصلا؟ لا إله إلا الله هذا معناها عندي. نقول الخطأ عندك من التأسيس أصلا، تفسيرك لكلمة لا إله إلا الله بهذا التفسير تفسير خاطئ، تفسير زائغ، تفسير ضال، وإنما لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، الإله هو المعبود، هذا ما دلت عليه اللغة وما دل عليه الشرع وما أجمعت عليه الأمة أمة التوحيد.